مينستا. أنا الدكتورة أنورادا باندا، استشارية أمراض النساء في مستشفى أبولو جوبلي هيلز، وأقوم أيضا بإجراء عمليات المنظار الجراحي والجراحة الروبوتية. اليوم سنتحدث عن الجراحات الروبوتية في حالات استئصال الرحم الصعبة. كما تعلمون جميعا، الروبوت يساعد الطبيب في إجراء الجراحة بدقة أكبر. في الجراحات الروبوتية يقوم الطبيب بإجراء العملية من خلال واجهة روبوتية أو واجهة كمبيوتر، وتنتقل حركات يد الطبيب إلى المريض عبر أذرع الروبوت. ما هو استئصال الرحم الصعب؟ إذا كان لديك رحم كبير مع العديد من الأورام الليفية التي تملأ الحوض، أو إذا خضعت لعمليات جراحية سابقة مثل القيصرية أو فتح البطن، أو إذا كان الشخص يعاني من السمنة المفرطة ومؤشر كتلة جسم مرتفع جدا. في بعض الحالات قد تكون المريضة مصابة بفقر الدم أو ضعيفة البنية، ولا نرغب أن تفقد المزيد من الدم، وبهذه الطريقة حتى فقدان الدم سيكون أقل. أو في حالات الانتباذ البطاني الرحمي، عندما تحتاج المريضة المصابة بالانتباذ البطاني الرحمي إلى استئصال الرحم، حيث تكون هناك الكثير من الالتصاقات. في هذه الحالات يكون الروبوت أفضل من المنظار الجراحي، لأنه في النظام الروبوتي ماذا يحدث؟ أذرع الروبوت والأدوات لديها قدرة حركة 360 درجة، لذلك يمكن للأدوات أن تصل إلى أعماق الحوض، ويمكن إجراء الجراحة بدقة عالية، وأيضا الرؤية تساعد في إجراء الجراحة بشكل أفضل. ففي كل هذه الحالات يمكن للمريضة دائما الاستفادة من الجراحة الروبوتية، حيث يكون فقدان الدم أقل، والألم أقل، والإقامة في المستشفى أقصر، والمضاعفات تكون أقل بكثير عندما نتعامل مع مرضى لديهم الكثير من الالتصاقات، أو يعانون من السمنة، أو لديهم أمراض مزمنة أخرى. شكرا لكم.